السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بكم مزيانين وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذه فيديو جديده. اليوم غادي نشارك معكم البراسلي اللي داخلين ضمن توزيعات حفل حناء العروس والصديقات ديالها. المهم بقاو معايا للاخر، وكما انكم تقدروا تعتمدوه كمشروع ليكم من المنزل. المهم بالنسبه للماتيريال شنو غنحتاجو لهاد الريبو اولا السينتا. فهو رولو كبير كيدير 10 دراهم، والسينتا البيضة كذلك. غنحتاجو هاد الكولا هادي الصباغة عفوا اكريليك اللي كيزوقوا بها الشمع والزاج ايتو. وهاد الكولا هادي كدير 3 دراهم. تقدروا تاخدوا بيستولي الا كان عندكم كيدير 40 درهم، ومقص. وبالنسبه لي زاكسيسوار غنحتاجو هاد الخميسات هادو كيعملوا 10 ريال الوحده، وبالنسبه للحجم الصغير كيديروا تقريبا 5 ريال. المهم نتوما قلبوا على اكثر واحد كيرخص باش تقدروا تقتصدوا وتربحوا اكثر. صافي البنات بقاو معايا للاخير. دابا غادي نقول لكم العبارات ديال لي براسلي. كل براسلي البابيون الحجم ديالو غنعبروا بالمسطره. مهم غادي ناخدو الريبو ديالنا وغادي ناخدو القياسات اللي بغينا. بالنسبه للبابيون هذيك الوريده اللي غادي تلصق فوق البراسلي غنديرو فيها 30 سنتيمتر بالمسطره. المهم نتوما عبروا القياسات اللي عندكم، حبذا تكون عندكم مسطره باش كيجيو قد نفس القياس. صافي. وبالنسبه للبراسلي اللي غادي ندوروه على اليد ديالنا غادي نديرو فيه 35 سنتيمتر. فايت البابيون ب5 سنتيمتر كوم كوا باش كيجي البراسلي طويل، وكاين اللي يدها رقيقه يدها غليظه نقدروا نحزموه ويبقى شايط لينا ماشي يجينا صغير. صافي هما هادو القياسات ديالي كيف كتشوفوا. غادي تعبروا العدد اللي بغيتو ديال لي براسلي شحال بغيتو. صافي. بالنسبه للبنات لهاد السينتا البيضة هذه فهي كتكون خاصه بالعروس، كتكون اللون ديالها ديفيرون على اللوان ديال الصديقات ديالها. مهم كتكون في البيض ولا الباج، وكيكون الديزاين ديالها زايد شويه على الاخرين. تقدروا ديروا عليها الاضافات اللي بغيتو على حسب الذوق ديالكم نتوما. من بعد ما عبرت البنات السينتات كيف كتشوفوا البابيون هي اللي صغر من البراسلي. آه، ضروري كتجي البراسلي كبير. وهنا البنات غادي نشدهم ونقطعهم من الجوانب كيف كتشوفوا على هاد الشكل هذا، وناخد البريكه اولا تخليو حداكم نتوما شي شميعه تبقى شاعله الوقت ديال العمل ديالكم كامل باش بلا ما تبقاو تشعلوا في البريكه وتطفيو هذا. صافي درنا ليهم بحال هكا هاد التقطيعه هكا. صافي وغادي ندور عليهم كاملين البنات من الجوانب سواء البراسلي او البابيون. بالنسبه للبنات البابيون غنحتاجو ابره والخيط. ماشي مشكل اللون ديال الخيط كيف ما كان. وهنايا غادي ناخد الريبو ديال اللي غنصايب به البابيون. انا هذه هي الطريقه ديالي البنات. كاين اللي كيصايب
بواحد الطريقه واحده اخرى كي غير كيعقدوه، ولكن ما كتعجبنيش حيت ما كتلصقش فيها الكولا مزيان. صافي هنايا غادي نتني البابيون وحده على اختها. صافي وغادي نبدا نخيط فيها سميتو. كيف كتشوفوا نتوما تبعوا غير الفيديو راه كيشرح نفسه. بالنسبه لي هذه هي اسهل طريقه. فوالا البنات كيف كتشوفوا غادي ندوزو واحد الجوج ولا ثلاثه ديال التخييطات من الوسط، وكندوروا الخيط عليها من الوسط صافي، وكنجروا صافي وكنعقدوها ونقطعوا الخيط ديالنا بالمقص. هذه هي اسهل واحسن طريقه بالنسبه لي انا، هي عمليه وتقدري توجدي كميه كبيره في وقت وجيز. وبالنسبه لهذيك الطريقه الاخرى ديال العقده انا غادي نوريها لكم في اخر الفيديو، ولكن ماشي عمليه حيت ديجا جربتها. فاش كنبغي نحط الخميسه فوق البابيون ما كتلصقش ليا مزيان بحكم هذيك العقده كاينه مكوره وما كتلصقش ليا فوقها بصعوبه، ومن بعد كتحيد. هنا البنات كيف كتشوفوا هذه عمليه سهله جدا. صافي ما كاين حتى شي اشكال. غادي نحط فوقها الكولا وغادي تلصق فاسيلمون، ما عمرها ما غادي تبقى تحيد مازال، حيت هاد الكولا هادي راها زوينه بزاف والثمن ديالها راه مناسب 3 4 دراهم. كاين اللي كيبيعها كاع حتى ل 5 دراهم. هي كتبقى احسن من هذاك البيستولي، كيدير 40 من 40 حتى ل 70 درهم. بالنسبه للبنات اللي غادي ياخذوا هاد لي براسلي وهاد الشيء ديال التوزيعات كمشروع، فاحنا دائما خصنا نقلبوا على الماتيريال اللي يكون رخيص ونربحوا اكثر وما نخسروش بزاف الفلوس. واش فهمتوني ولا لا؟ تاخدي ماتيريال رخيص وفي نفس الوقت غادي تخدمي به مزيان وتربحي بزاف ديال الفلوس. غادي نقول لكم الاثمنه ديال كل حاجه. صافي هنايا غادي نسونطري كيف شفتوا في الفيديو، نسيت راسي بقيت كنهضر. غادي نسونطريو البراسلي ديالنا والوسط هي فين غادي ناخذوا الكولا ديالنا. كيف كتشوفوا غادي ندوبوها فوالا صافي، وغادي نحطوها في الوسط ديال البراسلي ونحطو فوقها البابيون فاسيلمون. بابيون كتلصق تما ماتت ما كتزعزعش وصافي فوالا. صافي البنات هنا كيف كتشوفوا لصقتها. كيفاش الطريقه باش كتلصقيها عادي سهله، غير كدوبي الكولا وكتحطيها. وهنا غادي نحطوا هاد الخميسات. بالنسبه لهاد الخميسات كان واحد السيد كيبيعهم ليا بدرهم 2 دراهم صراحه، حيت الانسان فاش كيلقاك ديما كترجعي عنده كتقدمي عندك صافي كيقول راه كاين غير هو. ولكن بقيت كنقلب حتى لقيت واحد السيده كتبيعهم ليا ب10 دريال الوحده، وهادوك الصغيورين ب5 دريال. فوالا البنات هانتوما لصقتها عادي. وصراحه البراسلي كيجي نقي ما فيش زعما لي ديفو هذا، وكيجي غزيول صافي. وهنا غادي نحرق هادوك الجوانب باش ما تسرسبش لينا هذيك السينته وكتخسر صافي. وها هو البراسلي ديالنا. شحال حنايا خسرنا عليه ديال الفلوس؟ نكونوا كاع الا خسرنا واحد 2 دراهم، وحنايا غادي نبيعوه ب4 دراهم حتى ل5 دراهم. هذا هو لو ماكسيموم ديال البيع ديالو. وهنايا البنات تقدروا ديروه مشروع مربح صراحه. غادي تربحوا كل بياسه غتربحوا فيها 2 حتى 3 دراهم، فراه مزيانه. هنا نعاود معاكم هاد البابيون هذا باش تشوفوه مزيان ويتوضح لكم داكشي مزيان.
بالنسبه للبنات لي براسلي هما هادو كيف كتشوفوا. بالنسبه لهاد البراسلي اللي بيض ديال العروسه كيف قلت لكم كيكون اونيك. هنا غادي ناخذ هاد الصباغه هادي وغادي نكتب الف مبروك من الجوانب. تقدروا تلصقوا حجيرات في الخضر فوق سميتو كيف وريتكم في التصاور الاخرين. انا هنا غير جربت بداكشي اللي متوفر عندي. وبالنسبه للتصاور الاخرين راني مقاده البابيون اللي اينيك، تقدروا تلصقوا فيها هذوك الريشات شحال من حاجه. مهم بالنسبه هاد الكولا هذه صباغه هي اللي نقش بها على الشماع وسكر والزاج الكيسان ديال العروس وهما وزليفه ديالهم. غادي نشاركهم معكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. نتوما فقط كنتمنى منكم غير تشجعوني. واخا كتبت هاد الف مبروك مقلوبه مع الكاميرا وداكشي مهم ماشي مشكل. كنتمنى انكم تشجعوني وما تبخلوش عليا بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم. انا كنشارك معكم داكشي اللي غادي تقدروا تستافدوا منه اولا تقدروا تصايبوهم غير لروسكم، فهمتي؟ الا ما لقيتوش كاع زعما شي حد تاخذوهم من عنده تصايبوهم لروسكم. وكنتمنى نكون خفيفه ظريفه على القلوب ديالكم. تهلاو في راسكم. نتشوفوا ان شاء الله في الفيديو الماجدي اللي غادي نصايبوا البلاطو ديال العروسه تركب الخواتم وداكشي. وغادي نصايبوا هاد القويلبات ديال السكر حتى هما داخلين ضمن توزيعات حفل العروس. ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. الى اللقاء.